السلام عليكم يا جماعة، عاملين إيه؟ النهاردة الدنيا نار في سوق الذهب. تحليل أسعار الذهب اليوم والتوقعات القادمة. شهدت أسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة ارتفاعاً جديداً ومفاجئاً، وده نتيجة تحركات قوية في السوق العالمي بسبب حالة عدم الاستقرار في الدولار الأمريكي، وكمان زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية. الجرام عيار 21 سجل النهاردة زيادة ملحوظة، وده بعد فترة من التذبذب، وبدأت التوقعات تشير إن الأسعار ممكن تواصل الصعود خلال الأيام الجاية لو استمر ضعف الدولار أو ارتفعت أسعار النفط. أما على المدى القصير، في احتمال نشوف تصحيح بسيط للأسعار في بعض الأيام الجاية، لكن الاتجاه العام لسه صاعد على المدى المتوسط، خصوصاً لو البنوك المركزية حول العالم فضلت محتفظة بسياسة الفائدة الحالية. نصيحة مهمة: الفترة دي محتاجة متابعة دقيقة، لأن أي تصريح من البنك الفيدرالي أو تحرك في سعر الدولار ممكن يغير الاتجاه فجأة، وده معناه إن اللي ناوي يشتري ذهب للاستثمار الأيام دي فرصة، بس لازم يكون حذر لأن السوق متقلب جداً. توقعات الفترة الجاية: استمرار الارتفاع التدريجي لو فضل الدولار ضعيف، احتمال تصحيح بسيط مؤقت قبل صعود جديد. متوسط الأسعار ممكن يسجل زيادة بين 1.5% إلى 3% خلال الأسبوع القادم. قولوا لي رأيكم يا جماعة في الأسعار النهاردة، تتوقعوا بكرة هنشوف صعود تاني ولا مفاجأة في الهبوط؟ متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان توصلكم أحدث أسعار الذهب أول بأول. كان معاكم تقرير الذهب، أشوفكم بكرة في تقرير جديد عن أسعار الذهب. سلام.